ازيكم؟ 10 اماكن تزورهم في سويسرا، وده مش هيبقى فيديو واحد، دي هتبقى سلسلة فيديوهات، وكل فيديو هيبقى فيه 10 اماكن. وعشان انا عارف ان مش هيكمل الفيديو ده غير الناس اللي جاية فعلا سويسرا، فانا هقول لكم اسامي الاماكن دلوقتي عشان اللي مش حابب يكمل الفيديو الاخر يكون عارف اسامي الاماكن، عشان اثبت لكم حسن النية ان انا مش بدور على مشاهدات ولا حاجة، انا بدور ازاي افيد الناس اللي هتيجي سويسرا، وربنا يجعله في ميزان حسناتي. اتمنى ان انا اكون بفيدكم بشكل كويس. هبسط لكم الاماكن. الفيديو ده هنشوف جبل بيلاتوس، ارشلوخت، بيرجنشتوك، بحيرة فريان، بحيرة لونجر، سيسيكون، كلاوسن باس، ولاوتر برونن، وجريندنفالد كمان. وهاخدكم لفه صغيره كده على فينجن، كلاين شايديج. انا خلاص قلت لك الاماكن اللي هنروحها النهارده، ولكن بالله عليك لو انت هتكمل الفيديو ادخل واعمل لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات اللي جايه كلها، والسلسله كامله توصلك ان شاء الله. هنبدا من مدينه لوتسيرن، وكل الفيديو هيبقى تحركاتنا بتبدا من مدينه لوتسيرن. هقول لك في الفيديو ده تركب ايه وتروح فين وتعمل ايه. فيديو هيكون متعب شويه بالنسبه لي، فارجوك ادعمني. شكرا ليك. السلسله اللي هتبقى مفيده جدا ليك لو انت قررت تزور سويسرا. في الفيديو ده انا هبدا بوسط سويسرا، وان شاء الله في المراحل اللي جايه ان شاء الله هنبتدي نتوسع ونطلع بره وسط سويسرا. احنا دلوقتي في الجنب الالماني، وهنفضل موجودين في الجنب الالماني شويه، وبعد كده نبتدي نروح للجنب الايطالي والجنب الفرنسي والجنب النمساوي الجميل. خليني اقول لكم ان وسط سويسرا ده واحد من اجمل الاماكن اللي موجوده في سويسرا. انا بصراحه بعشق وسط سويسرا، موجود فيه كل حاجه، طبيعه وبحيرات، وهكتب لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها عشان تقدر توصل للمكان سواء بالعربيه او بالقطر او باي وسيله مواصلات. ليه انا هختار مدينه لوتسيرن ان انتوا تتحركوا منها؟ رقم واحد لان انا عايش فيها. رقم 2 لان هي بتعتبر السنترال بتاع سويسرا، محطه المنتصف في سويسرا. هتبقى جاي تقريبا من مطار زيورخ او من مطار بازل او من مطار جنيف. هقول لك الاماكن كلها بدايه من مدينه لوتسيرن. لو انت في مدينه لوتسيرن تتحرك ازاي عشان تروح الاماكن دي، ومنها ابتدي اشرح لك ازاي تروح الاماكن اللي هذكرها لكم دلوقتي بكل التفاصيل والحركات والتكات، وان شاء الله فيديو مميز جدا. بيلاتوس، ارشلوخت، بيرجنشتوك، لونجرنسي، كلاوسن باس، برينسي، سيسيكون، جريندنفالد، لاوتر برونن، وفينجن، كلاين شايديج. اول مكان معانا وهو جبل بيلاتوس. جبل بيلاتوس تقدر تطلعه بكذا طريقه، تقدر تطلعه من مكانين. تقدر تطلعه من مكان اسمه البناخشتات، وده اللي هو عباره عن قطر مسنن اللي هو بيطلع بخمسه زاويه 45 درجه، وتقدر تطلعه من قريه كرينز عن طريق التلفريك. والتلفريك بيطلع عن طريق 3 مراحل، بيقف 3 مرات، محطتين بالتلفريك ومحطه بالعربيه الكبيره اللي بتشيل حوالي 50 فرد، وبتطلع للقمه فوق. تقريبا هتدفع 80 فرنك رايح جاي. لو انت معاك سويس باس تقدر تاخد تخفيض 50%. وكمان من ناحيه كرينز تقدر كمان تطلع بالتلفريك وتنزل على رجلك او العكس. شوف انت حابب تعمل ايه، ولكن انا انصحك تنزل على رجلك احسن بكتير من ان انت تطلع على رجلك. تقدر تروح كرينز ازاي؟ تقدر تركب قطر من مدينه لوتسيرن لحد كرينز، هي محطه واحده بس وهتنزل على طول. طب البناخشتات نروحها ازاي؟ تقدر كمان تروحها بالقطر، وتقدر كمان تروحها بالمركب. في مركب بتطلع من لوتسيرن بتروح على البناخشتات. سعر تذكرة القطر من مدينة لوتسيرن لحد كرينز حوالي 4 دقايق، وهيكلفك 6 فرنك و80 قرش. والقطر التاني اللي هتاخده لو انت حابب تجرب المنطقة التانية، القطر اللي انت هتاخده من مدينة لوتسيرن وتطلع بيه على البناخشتات هيكلفك حوالي 9 فرنك 60، وده بياخد 16 دقيقة بالظبط. واما سعر المركب، مراكب مختلفة كتير فمش هقدر احدد لك سعر معين. طب هل انا برشح لك المكان ولا لا؟ ده دي ترجع لك انت. هو المكان حلو وكل حاجة، ولكن انا بفضل بصراحة الوقفة التانية، ما بفضلش للقمة خالص. معرفش، انا بالنسبة لي كده يعني حبيت اكتر الوقفة التانية، ما حبيتش القمة خالص. وتاني مكان معانا، وده مكان مميز جدا بقى ومش كل الناس بتحبه، يعني في ناس هتحبه وفي ناس مش هتحبه، ولكن هو مكان غرقان طبيعة، والمكان اسمه ارشلوخت. تذكرة الدخول بتاعته ب 12 فرنك، وتقدر توصل له عن طريق محطة ميرينجن، ومن ميرينجن تقدر تمشي لمدة 15 دقيقة هتلاقي نفسك وصلت للمكان. ولو مش حابب تمشي تقدر تركب باص هيوصلك كمان لحد بوابة ارشلوخت. سعر تذكرة القطر حوالي 25 فرنك من مدينة لوتسيرن لحد ميرينجن، وهتقدر كمان تركب الباص بنفس التذكره اللي انت حجزتها من لوتسيرن لحد ميرينجن. هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد حوالي ساعه وربع بالقطر. المكان جميل جدا، ولكن لازم تعمل حسابك في جاكيت لان جوه الممر هتسقع جدا. كل ما بتخش جوه الممر كل ما بتلاقي الجو بيبرد اكتر، فممكن تحتاج جاكيت معاك حتى لو انت في الصيف. ارشلوخت ده بقى يا جماعه عباره عن مكان شق صخري وفيه نهر بيعدي من النص، اتكون بفعل الطبيعه، مفيش انسان عمله ولا حاجه، ومكان مميز جدا. وعاملين لك ممر خشبي مبني على الجبل
الجبل، فتقدر تمشي عن طريق الممر الخشبي ده في عز الحر، والجو هيبقى درجه حراره 30 و40، هتخش جوه كانك دخلت ثلاجه. ارشحهولك بصراحه ان انت تحطه في القائمه بتاعتك لو انت خلاص قررت تيجي تزور سويسرا. ثالث مكان معانا وهو بيرجنشتوك، وهو المكان اللي موجود ورانا هناك ده. بيرجنشتوك مكان من اروع الاماكن، وتقدر من فوق تشوف بحيره لوتسيرن كلها. بحيره لوتسيرن طبعا بحيره لوتسيرن بحيره كبيره جدا، فهتقدر تشوفها وهتقدر تشوف المدن كلها من فوق. منتجع بيرجنشتوك هو استثمار قطري ومكان جميل جدا، وبرشح اي حد يجي هنا يطلع له، لان هو بصراحه صعب ان انت تطلع له. وفي طريقتين تانيين تقدر تطلع بيهم، هم عن طريق ان انت تيجي بالمركب من مدينه لوتسيرن لحد بيرجنشتوك وتطلع بالقطار المسنن بتاعهم. في كمان اسانسير تاني بس ده طبعا بفلوس وغالي جدا، تقريبا بحوالي 18 فرنك للطلوع والنزول. بتطلع باسانسير، عاملين اسانسير على الجبل جميل جدا، ده تقدر تطلع بيه كمان لحد بيرجنشتوك فوق. مكان رائع جدا، وتقدر كمان تخش الاوتيل وتشرب فنجان قهوه، هيكلفك حوالي من 6 ل 8 فرنك. وميزه بيرجنشتوك ان انت عندك 2 فيو بيطل على الفلاحين والبقر والخضار والجمال، وفيو تاني بيطل على البحيره. يعني انت هتطلع فوق هتشوف طبيعه بكل ما تعنيه الكلمه. لو هتطلع له بالقطر هياخد منك حوالي 40 دقيقه وقت، وهياخد منك تذكره بسعر 9 فرنك، وانا شايف ان ده رقم رمزي جدا بالنسبه للمكان وبالنسبه للطبيعه اللي انت هتطلع وتشوفها. هتلاقي كمان فوق مطاعم كبيره جدا ومطاعم جميله جدا، ولكن اسعارها بيبقى اعلى شويه من الاسعار العاديه. انت ليك كل الاختيار، تطلع تستمتع بالطبيعه ولا تطلع تشرب فنجان قهوه ولا تطلع تتغدى او تتعشى فوق. ورابع مكان معانا وهو بحيره لونجرن، حاجه كده بقى ايه، اللون الفيروزي الجميل اللي مش هتشوفه في اي مكان. من اجمل الاماكن اللي انا بحبها، من اكتر الاماكن المقربه الى قلبي. تقدر تاخد قطر من مدينه لوتسيرن يوديك على لونجرن 40 دقيقه 44 دقيقه، وبتدفع حوالي 15 فرنك سعر التيكت. لو معاك سويس باس ما بتدفعش حاجه خالص. لكن هناك مفيش اي مصاريف تانية بقى، خلاص انت بس ما بينك وما بين الطبيعه مفيش حدود. لما الجبال بتتجمد فالميه بتقل في البحيره، فالمستوى بينزل لمستوى منخفض برضه بيبقى شكلها جميل، في كل حالاتها جميل. ولكن انا بحبها جدا وهي مليانه ميه، وهي مليانه ميه بقى حاجه تانية. لو قعدت اوصف لكم واتكلم عنها مش هخلص ولا هقدر اخلص الفيديو. ولو هتروح بالعربيه هتاخد منك حوالي 30 دقيقه المسافه من مدينه لوتسيرن. ويا سلام بقى لو رحت وقت الغروب، حاجه تانية خالص، يا تروحها الصبح بدري يا تروحها وقت الغروب. وخامس حاجه معانا كلاوسن باس، اللي هو ممر كلاوسن. ده عايز فيديوهات اتكلم عليه. مكان رائع جدا، هو عباره عن ممر على الجبل. بتشوف بقى وانت طول ما انت ماشي انت هتفقد كل ما تبقى من عقلك. جبال العاليه جدا وتلج، اشكال الطرق بقى اللي انت بتشوفها بقى اللي هي المتعرجه دي، وتشوفها من قمه الجبل، بتشوف شكل الجبل متلولو وكده. هو للاسف بيفتح في الصيف بس، هتكون موجود في سويسرا في الصيف وما تروحش كلاوسن باس. تقدر تركب من مدينه لوتسيرن وتطلع على ايرشتفيلد، ومن هناك تقدر تاخد الباص اللي بيطلعك يلففك على كلاوسن باس. وبالمناسبه هو باص قديم جدا وشكله جميل جدا، وحاجه هتعجبك، حاجه اخر روقان. المغامره كلها هتلاقيها في الطريق، يعني انا ما برشحلكش مكان محدد تروح فيه. هو طبعا هتلاقي فيه شلالات على طريقك، وهتلاقي في حاجات كتير توقفك وتقف تتصور وتقف تعمل كل حاجه. انصحك بشده ان انت تروح بعربيه عشان تقدر تقف في الاماكن اللي انت هتحبها. بجد حاجه فوق الخيال. من مدينه لوتسيرن لحد ايرستفيل هتدفع حوالي 25 فرنك، وكمان هياخد منك الطريق حوالي ساعه، ساعه وربع. طبعا ده بالقطر. لو انت هتروح بالعربيه هياخد منك ساعه بالظبط، ومش هيكلفك كتير في البنزين. ومعانا بقى مكان من اجمل الاماكن اللي ممكن تزورها لو انت جيت على سويسرا. عارف اللون الازرق اللي مش ممكن تلاقيه في مكان تاني؟ هتلاقيه في المكان ده. مكان جميل جدا، وانصح باي حد هيجي مدينه انترلاكن لازم يروح له، وسهل خالص ممكن تروح له مشي. لو انت نزلت في محطة انترلاكن تقدر تنزل له مشي حوالي 15 دقيقة هتلاقي نفسك هناك. مكان تحفة بكل ما تعنيه الكلمة. طب المكان اللي احنا شايفينه ده، المكان ده موجود فين؟ المكان ده موجود في قرية اسمها بونجن، وتقدر توصل لها من مدينة لوتسيرن في حوالي ساعتين و7 دقايق بالقطار، او تقدر ان انت توصل لمدينة انترلاكن، ومن مدينة انترلاكن انت تتمشى على رجلك لحد هناك. هتشوف كمان فيوهات كتير حلوة وهتعجبك. تيكت هيكلفك حوالي 40 فرنك او 50 فرنك، ولكن زي ما انتم شايفين المكان يستاهل بجد ان انت تروح وتشوفه. المكان هتروح هناك ممكن تقعد هناك ساعة، ساعتين، 3 ساعات. وكمان في الصيف تقدر تنزل في المية، بتبقى فريش كده وجميلة. لكن في الشتاء طبعا المية بتبقى متلجة، مش هتقدر تستحملها ولو 10 ثواني. ونيجي بقى معانا لوحش الصيف، قرية سيسيكون. قرية سيسيكون بقى دي مبهرة بكل ما تعنيه الكلمة. ويا سلام بقى لو انت في الصيف وتنزل المية وتلاقي نفسك وسط الجبال، وكانتون اوري بيتلألأ بصراحة. وجود قرية سيسيكون في منطقة اوري دي بتديله قيمة
قيمه اكتر من القيمه الموجوده فيه. لو انت جاي سويسرا لازم تزور قريه سيسيكون، بجد صيف او شتاء القريه دي جميله جدا. وطبعا منطقه اوري كلها جميله، ولكن خلينا بس نكلمكم عن ال10 اماكن اللي احنا بنتكلم عليهم في الفيديو. ما بقدرش اطلعها من قلبي، دايما بحب اشوفها، ودايما بحب هناك كمان اروح في الصيف استمتع بالميه هناك، بنزل الميه كتير هناك، ولان بجد المكان تحفه. طب اوصل لسيسيكون ازاي؟ تقدر توصل لسيسيكون عن طريق القطر، هياخد منك حوالي ساعه و10 دقايق، وهيكلفك حوالي 20 فرنك لسعر التذكره. او تقدر تروح بالعربيه وهياخد منك حوالي 40 دقيقه بالعربيه. ما تنساش قريه سيسيكون حاجه مهمه جدا، واوعى تشيلها من الليسته بتاعتك. ومن هناك كمان في مكان كده عامل زي كورنيش بيمر على البحيره اسمه فيك ديرشفايت. هتحس ان انت اتولدت في الطبيعه، وهو ده المكان اللي انت نفسك تتولد فيه والمكان اللي تكمل فيه حياتك. لون الميه هناك حوار تاني خالص. واما بقى لاوتر برونن وجريندنفالدن وفينجن وكلاينشايدج خليتهم كلهم مع بعض عشان هم قريبين جدا من بعض، وده هيبقى عنوان فيديو جديد هعمله قريب ان شاء الله، وهسميه متاهه انترلاكن. لان في ناس كتير بتروح انترلاكن وما تعرفش الاماكن القريبه منها ايه في انترلاكن. استنوا الفيديو ان شاء الله هعمله لكم قريب، هيبقى فيديو طويل شويه هشرح لكم فيه بالتفاصيل انترلاكن تقدر تروح فين بقى. يعني فيديو بجد هيبقى مميز جدا، استنوه من دلوقتي. اول حاجه تعملها ممكن تطلع على جريندنفالد. لو اتمشيت قدام شويه ودخلت شمال هتلاقي بقى الطبيعه قدامك. جريندنفالد مكان مميز جدا وجميل جدا، وهتلاقي فيه اكتيفيتي كتير، وهتلاقي كمان فيه زيب لاين ناس كتير بتسال عليه. والمكان التاني بقى يكون معانا اللي هو لاوتر برونن. في ناس كتير ما تعرفش ان لاوتر برونن تحت هنا وجريندنفالد فوق، هما الاثنين جنب بعض، هما مش بعاد خالص. لو انت رايح بعربيه مش هتاخد نفس التوقيت اللي هتاخده وانت رايح بالقطر. فانت خلاص خلصت جريندنفالد فوق، انزل بقى تحت هتلاقي مكان اسمه لاوتر برونن جميل جدا، وهتلاقي فيه شلالات جميله جدا. ما انصحكش ان انت تعمل كل ده في يوم واحد، ولكن انا بقول لك ان الاماكن قريبه من بعض. لو انت مثلا مقيم في المكان تقدر انت تنظمهم او تنسق، انت شوف هتعمل ايه النهارده وهتعمل ايه بكره. خلاص انت في لاوتر برونن خلصتها، تقدر كمان تركب القطر من لاوتر برونن وتطلع على فينجن. فينجن بقى دي ما فيهاش عربيات خالص، لازم تطلع بالقطر او تطلع على رجلك بقى، انت تتسلق شوف هتعمل ايه. ولكن ما فيش عربيات خالص مسموح لها ان هي تسوق هناك غير العربيات بتاعه الحكومه. واما كلاينشيدج بقى لو انت طلعت فوق تقدر تركب لها من فينجن، بتلاقي في قطر بيطلع من فينجن يكمل بيك على فوق، هتطلع هناك. في كمان بحيره هناك فوق الجبل لو انت حبيت تشوفها، وتقدر تتمشى في وسط الطبيعه فوق. ومن هناك بتقدر تركب القطر اللي يوديك على يونج فراو، هنتكلم عنه في فيديو تاني. وهناك بالمناسبه اتصور مسلسل كوري مشهور جدا، بس انا مش فاكر اسمه، هكتبه لكم في الفيديو هنا. وهتشوف من فوق بقى الطبيعه، وهتشم هواء عمرك ما شميته في اي دوله في العالم، مش هتشمه غير في المكان ده. اسعار القطارات هناك مختلفه جدا، مش هقدر ان انا اقول لك تعمل ايه، ولكن انت هتقدر تركب القطر وتروح على انترلاكن، ومن هناك بقى تقدر تقرر انت هتعمل ايه. هل هتروح على لاوتر برونن بالقطر ولا هتطلع على جريندنفالد بالقطر؟ وده هتقدر تشوف انت الاسعار هناك، لان في قطارات كتير، في قطر بيمشي بالراحه وفي قطر بيمشي بسرعه، فانا مش هقدر اقول لك الاسعار بالظبط ايه. ولكن لو هتروح بالعربيه من مدينه لوتسيرن لحد انترلاكن هتاخد منك وقت ساعه بالعربيه، وهتاخد منك ساعتين بالقطر. وسعر التيكت لانترلاكن هيبقى حوالي من 40 ل 50 فرنك. انا تعبت جدا في الفيديو ده عشان اجمع لك المعلومات واقدر اكتب لك كل حاجه واظبط لك الخرائط وكل حاجه، فما تبخلش عليا بلايك وكومنت وسبسكرايب لو انت مش عامل، تعمل اشتراك في القناه، وتعمل متابعه على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى التيك توك وعلى كل البلاتفورم. اتمنى اشوفك كتير على صفحتي، واتمنى اشوف كومنتاتك الجميله. استنوا سلسله الفيديوهات الكامله وان شاء الله تعجبكم. ويلا بقى قبل ما تطلع من الفيديو اعمل له شير ووريه لاصحابك عشان ممكن يكونوا مسافرين سويسرا قريب. وكمان لو في اماكن انت مستعجل عليها وعايز تعرف كل حاجه عنها اكتبها لي في الكومنتات، وهحطها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.